ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ومراجعه جديده لماده اكتشف الصف التاني الابتدائي. ناس كتير طلبوها مني، وبصراحه محبتش ان انا ارفض لهم الطلب، لان انا عارفه ان ناس كتير اتفاجئوا بالامتحان. مش محتاجه منكم غير صالح الدعاء ليا بالتوفيق، وما تنسونيش بلايك وكومنت كويس، بلاش كومنتات سلبيه. يلا بينا نشوف المراجعه بتقول ايه. انا جمعت شويه نماذج كويسه فيها اسئله حلوه قوي، ويلا نشوف. البائع بيقول لي ده علامة صح أو خطأ. البائع في محل الملابس يحسب تكلفة الملابس التي يبيعها للزبائن، صح. يحسب البائع في محل الملابس الأموال التي يحصل عليها من الزبائن، صح. مهندس أنظمة الكمبيوتر لا يعرف التعامل مع أجهزة الكمبيوتر، غلط. اختر الإجابة الصحيحة. إذا أردنا أن نثبت برنامج جديد على جهاز الكمبيوتر نذهب إلى مهندس تكنولوجيا المعلومات. يكتب مهندس تكنولوجيا المعلومات التقارير لأصحاب الشركات. حدد وظيفة كل من بائع محل الملابس بيساعد الزبائن في اختيار الملابس المناسبة، ويقوم بحساب النقود وتحصيلها. مهندس تكنولوجيا المعلومات هو محترف مسؤول عن تنظيم هو محترف مسؤول عن تنفيذ وإدارة شبكات الكمبيوتر بالمنظمة. موظف الاستقبال هو من يقوم باستقبال الزوار إلى المكان ويساعدهم ويعرض عليهم بعض الخدمات. من أنا أساعد الزبائن في اختيار الملابس المناسبة وأقوم بحساب النقود وتحصيلها منهم. بائع الملابس أو بائع في محل ملابس. تمام. نكمل. الامتحان سهل جدا ان شاء الله، مش عايزة الناس تقلق. تمام. اعمل في فندق واقوم باستقبال ومساعدة النزلاء، ده هيبقى موظف الاستقبال. تحلق الطائرة في السماء. في الليل نرى ايه وايه في السماء؟ بنرى النجوم والقمر. تظهر الشمس في ايه نهارا في السماء؟ يتغير شكل السماء نهارا، صح. يظهر القمر في الليل والنهار، غلط. بيظهر في الليل بس. نرى السحاب في السماء، صح. يظهر القمر في السماء نهارا، غلط. ليلا، مفيش قمر بيظهر بالنهار. الطيور تحلق في السماء، صح. تظهر الشمس في السماء نهارا، صح. السحاب يظهر في السماء ليلا، صح. نرى القمر والنجوم في السماء، صح. الطيور تطير في السماء، صح. الامتحان ان شاء الله يكون سهل جدا، مش عايزه الناس لا. هي دي نفس الاسئله اللي هتيجي للولاد، ولو الولد بيعرف يقرا كويس، وطبعا يكون عنده شويه معلومات بسيطه كده زي النماذج دي، لو انتي طبعتيهم له وحلهم الموضوع هيكون سهل ان شاء الله عليه جدا. ما تقلقيش من الماده، وهينجح فيها كمان وهيجيب درجه كويسه جدا. هي عامه اسهل من ماده الديسكفر عند برايم 2 في التجريبي يعني. تمام. فالموضوع ان شاء الله سهل وبسيط. بس اطبعي انتي النماذج دي ونزلها له. على فكرة انا جايبة تقييمات اسبوعية من المدرسة نفسها، يعني غالبا هي دي اللي هتتكرر وهيجي منها الامتحان. بالنسبة ان هو يقدر يصعب الامتحان، لا ما يقدرش طبعا، لان طبعا ما كانش فيه امتحانات اصلا لتانية. تمام. ودي اول سنة، فلازم الامتحان يجي كويس. وزي ما قلت لكم بالتعود، وان الولد يحل كتير وكده، الموضوع ان شاء الله هيظبط. هجري بس شوية، معلش. ونجيب الأسئلة اللي بعدها علشان ما اطولش عليكم في الفيديو. تمام. يظهر التجمع النجمي الجوزاء في السماء ليلا، صح. نرى النجوم نهارا في السماء، غلط. بنشوفها بالليل. نرى النجوم كبيرة من بعيد، غلط. بنراها صغيرة. كمل. نرى ايه في السماء ليلا؟ النجوم والقمر والسحاب. التجمع النجمي الجوزائي يظهر في السماء ليلا. حجم الشمس من بعيد قريب، كبير، معلش.
حجم القمر من بعيد، من بعيد ثواني بس، ثانية واحدة. حجم الشمس من بعيد كبير، حجم القمر من بعيد صغير. ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة. وعلامة غلط: نرى الشمس في السماء نهارا. غلط. البيئة الساحلية بها بحار ولا صحراء ولا حقول ولا جمال؟ أكيد بها بحار. الساحلية يعني اللي فيها البحر يا ولاد، اللي بنصيف فيه. البيئة الصحراوية يقل بها في وجود الشمس ولا الرمال ولا الماء ولا الجبال؟ الماء. يعتبر ايه صديق الفلاح؟ أبو قردان. تمام. يعيش الجمل في البيئة الصحراوية لأنه يعتبر سفينة الصحراء. بيتحمل الجوع والعطش. ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة. وعلامة خطأ: يعيش الجمل في الصحراء. صح. البحار توجد في البيئة الصحراوية. غلط، لسه قايلين في البيئة الساحلية. البيئة الصناعية شوارعها منظمة. صح. البيئة الساحلية بها بحار. صح. البيئة التي توجد بها بحار هي البيئة الساحلية. الصحراء لا يوجد بها ماء. ولا يعني وقليل من النبات. تمام، بس خلينا نقول ماء. البيئة التي حرارتها مرتفعة هي البيئة الصحراوية. توجد البحر في البيئة الساحلية. البيئة التي يعيش فيها الفلاح هي البيئة الزراعية. يعيش الجمل في البيئة الصحراوية. ده علامة صح. البيئة الصحراوية درجة الحرارة بها مرتفعة. صح. يكثر الزرع والماء في البيئة الصحراوية. غلط، بيقل. الأشجار في الغابات عالية وكثيفة. صح. البيئة الصناعية منظمة. صح. يعيش الجمل في الأكمل في الصحراء. تعيش أسماك القرش في المحيطات. تعيش الأسماك في البحار والمحيطات. توجد الآلات والمصانع في البيئة الصناعية. البيئات في مصر كثيرة ومتنوعة. صح. البيئة الصناعية غير منظمة. غلط. الجمل يعيش في الصحراء. صح. تمام كده. الموضوع هو سهل وبسيط ومفيش أسئلة صعبة خالص، معتمد على ان يكون العيل بيعرف يقرأ ويكتب. ممكن انتي برضو يا مامي يعني ايه تبتدي انك انتي تمليه كلمة الصحراوية، الساحلية، الزراعية، الصناعية، بحيث ان هو يعرف يكتب الكلام ده في مثلا لو جاله في اكمل او كده. يعني اكدي له بس على التعبيرات اللي هي ايه هيكمل بيها. كلمة البحار، المحيطات، كده الصحراء، الكلام ده كله اكد عليه ان هو يكتبه صح، بحيث ان هو لما يجي له اكمل يعرف يحل. يلا نكمل. يعيش ابو قردان في البيئة الزراعية. صح. يعيش السمك في البيئة الساحلية. صح. في البحار. آم، كوكب الارض كوكب مائي. صح. الارض فيها سحب ويابس وماء. صح. يتبخر الماء عند التجمد. غلط. الماء له 3 حالات. صح. سائل وصلب وغازي. العيد السنوي لنهر النيل في شهر أغسطس. صح. من حالات الماء السائل والصلب والغازي. العيد السنوي لنهر النيل في شهر أغسطس. ده علامة صح مو غلط. كوكب الأرض به ماء. صح. من صور الماء السائل مثل ماء البحر. صح. ماء نهر النيل عذب. صح. عذب يعني مش مالح. تمام. كوكب الأرض به يابسة. صح. من صور الماء الصلب الجبال الجليدية. صح. العيد السنوي لنهر النيل في مايو. غلط. تمام، احنا قلنا في أغسطس. تمام. والله يا جماعة الأسئلة حلوة جدا والله وشيقة. مع التكرار زي ما قلنا الدنيا هتظبط. من صور الماء الغازي بخار الماء. صح. تستخدم ماء النيل في الشرب والري والزرع. صح. التماثيل تكون التماثيل تكون للزينة فقط. صح. من المعالم التذكارية في مصر سوري الأزهر الشريف. صح. التماثيل التذكارية تستخدم لإحياء ذكرى الإنسان. صح. من أين يأتي الماء العذب وفيما يستخدمه؟ يأتي من الأنهار والمياه الجوفية، ونستخدمه في ري الأراضي الزراعية والزرع. التماثيل لها نوعان هما نوعين: تذكارية وفرعونية. من المعالم السياحية معلش يا جماعة السؤال اللي فوق اللي هو بتاع ده علامة صح أو خطأ. التماثيل تكون للزينة فقط، ده هيبقى غلط. تمام، مش صح عشان أنا قلتها صح. نكمل. من المعالم السياحية الموجودة في مصر: الأهرامات، برج القاهرة، معبد الكرنك. تستخدم التماثيل التذكارية ليه؟ دايما رقم ج هيجيله سؤال يكمله أو إن هو يجاوب عليه. لإحياء ذكرى الإنسان بعد وفاته. يأتي الماء العذب من الأنهار. صح. ما بيأتيش من البحار لأن البحار ميته ملح. التماثيل تذكارية فقط. غلط، ماهيش تذكارية فقط، في تماثيل للزينة وفي تماثيل تذكارية. تستخدم ماء نهر النيل في الزراعة والشرب. صح.
من المعالم التذكارية الأهرامات، غلط، من المعالم الأثرية. ده علامة صح أم خطأ؟ الخط المنحنى الذي يمر في وسط مصر هو نهر النيل، صح لأنه هو الانحناء العظيم.